ما الذي يتوقع أن يحدث لمنتظر الزيدي وكيف ستتم محاكمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة ما قام به منتظر يوم أمس كانت هنالك الكثير من ردود الأفعال التي أدانت هذا العمل. أنا أعلم وجميع الزملاء الإعلاميين يتفقون معي أن الإعلامي هو سلاحه القلم والورقة والكلمة وليس الحذاء. ما قام به يوم أمس منتظر هو إساءة إلى جميع الإعلاميين، حيث حول قضية الإعلامي من هذه الطريقة إلى طريقة أخرى. لذلك أتفق مع الأخ الزميل في الأردن أن ما قام به منتظر هو إساءة وضيع الكثير من الحقوق العراقيين. أما أعود إلى الجانب الآخر، المنتظر هو بيد السلطات العراقية. هنالك مذكرة قضائية أصدرت من القضاء العراقي، وهو الآن تحت سلطة القضاء العراقي من أجل تقديمه إلى المحاكمة بعد اكتمال التحقيق. ولن يقدم بصفته صحفي، بل يقدم بصفته شخص آخر، وليس لأن المنتظر لم يقم بيعاقب على أنه طرح فكرة أو طرح سؤال أو تساؤل، بل قام بفعل إساءة إلى الدولة العراقية وإساءة إلى السلطة العراقية. نعم. عندما قام بعمله يوم أمس. يعني تقول هنالك الكثير ممن أدانوا ما فعله، ولكن في ذات الوقت هنالك الكثيرين ممن احتفلوا بما فعله واعتبره بطلا. ألا ترى أنه كذلك يعبر عن رأي عدد لا بأس به من العراقيين؟ بالتأكيد نحن في العراق نقول أن هذه هي رسالتنا إلى الشعوب العربية المكبوتة، أن التجربة في العراق هي تجربة ديمقراطية. هنالك من يدين وهنالك من يؤيد. منتظر ما قام به يوم أمس كان يعلم جيدا أن التجربة في العراق هي تجربة ديمقراطية، ولا أحد يأخذه إلى الإعدام بل يعاقب بالعقوبة التي يقر ما قام به من فعلته. نحن لا نقول أن العراق جميعه مع العملية السياسية، ولكن هي تجربة ديمقراطية. ما خرج يوم أمس مجموعة تؤيد، وبالتأكيد هنالك الكثير من الرسائل والبرقيات من الإعلاميين والمثقفين أدانت هذا الموضوع، وهذا شيء طبيعي في البلدان الديمقراطية التي نفتخر أن العراق بدأ يسير في المسار الديمقراطي.